النهاردة راس السنة الميلادية، ليهم حق يفرحوا. بس أنا عايز أوجه رسالة صغيرة المسلمين اللي عايزين يحتفلوا مع إخواتهم المسيحيين. يحتفلوا عادي، بس في ناس بتعمل تصرفات غريبة مش مظبوطة. ناس بترمي أزايز وإزاز، نوم الصبح نلاقي الشوارع كلها أزاز متكسرة. طب أنت قبل ما ترمي الحاجات ديت من بلكونة فكر معايا شوية، ممكن يتأذى. مش في ناس لازم تشيل الحاجة اللي انت كسرتها ديت من على الأرض؟ طب مش في حديث للمسلمين إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ إزاي انت تبوظ الطريق بالإزاز اللي انت بترميه ده؟ ما بقولكش ما تحتفلش، احتفل، بس حافظ على الطريق، حافظ على الناس، ما تعملش حاجة تسيء لدينك انت. يا ناس شوية تفكير. المشكلة الأكبر إن أنا ما بشوفش واحد مسيحي بيعمل كده، كل اللي بقيهم بيعملوا كده مسلمين. يا عم ما تخالفش الدين بتاعك، ما تبقاش مؤذي. الواحد بقى بيخاف ينزل بعد الساعة 12 بالليل في ليلة راس السنة. هو انت عشان تحتفل لازم تأذي غيرك؟ يعني ما في عربيات ممكن تبقى ماشية في الشارع العجل بتاعها يتأذى بسبب اللي انت بتعمله دوت. احتفل بس ما تأذيش حد. الموضوع التاني، كتير من الناس دلوقتي بتحاول تعمل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بس لازم تفكر الأول ايه التنازلات اللي انت هتعملها. انا كان نفسي اعمل فيديوهات، بس ما اقتنعتش ان انا اطلع مراتي فيها او عيل من عيالي. كل حاجة قبل ما تعملها لازم تقف تفكر شوية، الحاجة ديت بعد ما تموت هيبقى اثرها ايه؟ هتتحسب لك حسنات ولا سيئات؟ كل الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها اللي بتقول ان انت تقول هوك، وان انت تبقى عندك يعني بلاش تبعد عن، يعني تبقى سعيد كده ومبسوط وانت بتتكلم عشان الناس ما تملش منك. طب نعمل ايه في الزمن اللي احنا عايشينه؟ مش عايز حد يزعل من كلامي. نصيحتي التالتة والاخيرة، الشباب ما تقعدش تجري ورا وظيفة ومرتب اخر الشهر. الطريق دوت مش هو طريق النجاح. طريق النجاح ان انت تعمل حاجة بتاعتك انت، حاجة كل مجهودك اللي انت هتعمله فيها وتنجح فيها انت اللي هتاخد ثمرة النجاح ده. مهما اشتغلت ومهما كان مرتبك كبير كل ده هيتصرف، مسؤولياتك هتكبر ومصاريفك هتكبر. مش ده طريق النجاح. والشباب الصغير لازم تتعلم حاجة اما تكبر تفيدك. انا هقول لك قصة صغيرة بثواني. انا شغال في شركة بقالي 30 سنة، لقيت شاب كان لسه متعين معانا، طول ما احنا شغالين حاطط السماعة في ودنه، وكلنا كنا مستغربين طول الوردية ال7 ساعات ده بيعمل ايه. لقيناه ان هو بيحفظ كلمات ألماني، وبعد شوية خد كورسات ألماني. انا مش عايز اقول لكم دلوقتي هو اشتغل فين. اشتغل في شركة محتاجة حد مترجم للألمانية، مش عايز اقول لك مرتبه قد ايه، ربنا يبارك له يا رب. فمش المرتب هو سر النجاح. سر النجاح ان انت تعمل مشروع يكبر معاك. كل الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها في الاخر يقولك اشترك في القناة. يا عم انا اشتراكك ما يهمنيش، المهم تفكر في الكلام اللي انا قلته. المهم عندي رسالة اللي انا عايز اوصلها توصل وحد يفكر فيها. على فكرة مش عايز حد يكتب لي في التعليق هو انت سواق ولا ايه. والله انا ما سواق، انا شغال في شركة ادوية.